عبر الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم اتحاد جد عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام نيوم بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي. ولقد سجل النصيري هدفي الاتحاد الأول والثاني، مقدما أداء لافتا رغم سقوط فريقه في لقاء مثير احتضنه ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجد. وقال النصيري في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إنه يشكر الجماهير التي ساندت الفريق، مؤكدا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل العودة في النتيج، غير أنهم لم ينجحوا في تحقيق ذلك. وأضاف النجم المغربي أن الفريق افتقد للتركيز في بعض فترات اللقاء، وهو ما استغله المنافس لتسجيل أهداف حاسم، مشيرا إلى أن الاتحاد تمكن من تقليص الفارق والعودة في النتيج، إلا أن غياب التركيز حسم المواجهة لصالح نيوم. وختم النصيري حديثه بالتأكيد على سعادته بالانضمام إلى اتحاد جد، واصفا إياه بالنادي الكبير، كما نوه بحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ اليوم الأول، مشددا على عزم الفريق على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.